يا صباح الخير، كيفكن صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واهلا وسهلا فيكن. طبعا هون الصبح رحت جبت شوية خضرة مشان على الافطار. رحت جبت خيار، بقدونس، بندورة، لحمة. تعرفوا انتو اكيد عرفتوا الطبخة شو هي، ما يعني مستحيل ما عرفتوها. طبعا هون بعد ما غسلت الخضرة عندي كيلوين كوسة، كيلوين باذنجان. بدي اليوم اعملهم على فطور، بدي اعمل محشي. يعني كل واحد هو وطريقته، كل انسان بيعمل المحشي على طريقته. طبعا هون في ناس انا بعرف انه في ناس بيخلوا البطاطا هي وقشرة، طبعا يغسلوها منيح. ما بعرف انا عندي لازم اقشرها. هلا خليني ابلش. طبعا هون عندي بدي اقشر البطاطا. طبعا البطاطا ما جبت كثير، نص كيلو حاج. طبعا هون انا عندي الرز منقوع صار اكتر من ساعة تقريبا. هلا بدي اصفي ميتها لانه هذا الرز نوعيته كتير كويسة، يعني ما بيتكسر بالمي. هلا بدي اصفي ميتها وارجع. اكيد كل واحد يعمل المحشي على طريقته الخاصة، يعني انا افضل هاي الطريقة. هلا يمكن اليوم ما عندي، كان ناقصني شوية خضرة. انا لما رحت جبت خضرة نسيت اجيب الثوم. طبعا اشتريته بس نسيت اجيبه. لو تشوفوا بهذا اليوم شو صار معي لا تنجنوا. والله اللي يورط الواحد يقول لطفل صغير او بنته روحي جيبي شي، والله العظيم. طبعا هون بدي افرم البندورة، حبتين بندورة هون فرمتهم منيح ناعم. طبعا هاي الفرامة كتير ريحتني، كتير كويسة، يعني ما بستغني عنها ابدا ابدا ابدا. شايفين قوامها؟ عن جد والله كتير كويسة واحسن من الايد طبعا. هون جهزت عندي البندورة، خليني اجهز باقي الخضرة. اكيد عم تسألوا حالكم ليش ما حطيت لحمة مفرومة مع الرز.
طبعا كل واحد هو وذوقه. انا بحط، بس هالمرة ما حبيت احط، ما بعرف ليش. هون صارت عندي جاهزة، خلينا نبلش نحفر. هون عندي بطاطا راح احفرها وارجع. طبعا صبايا هون بلشت اغسل بالخضرة. طبعا هلا بدي اغسلهم كلياتهم، وبعد ما اغسلهم استناهن شوي بعدين احشيهم. طبعا هلا يمكن راح تسألوني ليش لهلا ما حطيت توم. لو تعرفوا شو صار معي لا تفرطوا من الضحك. عندي بنتي عمرها 8 سنين بقولها روحي جيبي توم، 100 مرة قلتلها روحي جيبي توم، توصل لنص الطريق وترد ترجع. ليش يا حذركن؟ لأنه تنسى كلمة توم. الله وكيلكن شيبتني، خلصت كل شي وهي لسه ما اجت. بقولها توم تقلي شو؟ بقولها توم. الله وكيلكن.
واخيرا خلصت الحمد لله. وضل عندي شوية رز، يعني هذا الرز اللي ضل عندي طبعا ما راح اكبه، حطه بالبراد. هون عندي طنجرة خاصة